جاء في الحديث النبوي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإياكم والذنوب، إياكم والذنوب، فإنها تسد أبواب الرزق وتجلب الفقر وتزيل الستر وتطفئ نور القلب. الذنوب أحبتي في الله تمنع دعاء الرزق من الصعود، تمنع دعاء الرزق من الصعود. إذا تلوث اللسان بالغيبة وتعود القلب إلى النظر إلى الحرام وصار البطن مملوءا من الحرام، فأي دعاء سيستجاب؟